برشح لكم النهاردة مسلسل موعد مع الماضي، أحدث المسلسلات المصرية على نتفليكس، والمكون من 8 حلقات، واللي أنا شخصيا كنت منتظره. الكاست عجبني جدا، الإخراج للمخرج الصدير مسعود اللي كان عنده تجربة سابقة ناجحة من خلال منعطف خطر. طيب هل التجربة طلعت على قد التوقعات ولا لا؟ حقيقي المسلسل على مستوى السيناريو والحوار كان مكتوب بإتقان شديد، والتشويق مش بيقف، وقدر كل حلقة يخليني لما اخلصها ادخل على اللي بعدها. ورسم الشخصيات واللي حرفيا هتكرههم كلهم، عيلة ما فيهاش حد سالك حرفيا. وعجبني قوي التويست اللي بيحصل في كل حلقة، وصولا طبعا للتويست الاكبر في الحلقة الاخيرة. وده يخلينا نروح للاداء التمثيلي، واجمالا كلهم ممتازين. آسر ياسين نجح في تقديم شخصية معقدة وقدمها بشكل ممتاز. راكين سعد رائعة، وهي من الممثلات اللي أنا بحب أتابعهم جدا. محمود حميدة أخيرا دور أقدر أتكلم عليه، ويكاد يكون الأفضل في مسيرته في آخر 5 سنين. شريف سلامة وصبا مبارك جيدين جدا. محمد علاء أداؤه ممتاز كذلك، ولكن شخصيته بقى هتخليني أدخل على موضوع في رأيي كان هو المشكلة الأكبر في المسلسل، ولكن خليها قدام شوية. محمد ثروت عجبني جدا، والكوميديا اللي قدمها محدودة، بس هو على المستوى الدرامي عجبني كمان. الولد اللي قام بدور مالديني جامد قوي. ولكن في عنصر مميز جدا في المسلسل، وفي رأيي يكاد يكون الأفضل كمان، اختيار الممثلين اللي قدموا أدوار أبطالنا وهم صغيرين. لازم أشيد بروعة الكاستنج في الموضوع ده، هما فعلا شبههم جدا ونفس طريقة الكلام، وده شيء احترمته قوي. برضو من العناصر العظيمة التصوير والفريمات والكالورينج، ودي مش بنشوفها في الدراما المصرية بالروعة دي كتير. بس ارجع واقول، ندخل بقى على مشكلة المسلسل اللي هي قلتلكم عليها. شخصية محمد علاء دي شخصية أمريكية جدا، تصميمها كأنه جون ويك، لدرجة ان في فريم اللي هو قدام حضراتكم ده دلوقتي بيوضح قوي انه واخدين جدا من جون ويك. اما على المسلسل بشكل عام، في افكار كتير انا حاسس ان هي تطبيقها على المجتمع المصري مش حلوة خالص، ومش مناسبة تماما. مشاهد الاكشن والانفجارات معمولين حلو جدا، ولكن امريكيه في طريقه تصميمها، زي المشهد ده اللي قدام حضراتكم. ده واضح جدا انه طالع من جون ويك واولد بوي. طبعا هو مش عيب قاتل قدام مكافآت المسلسل، ولكن دي حاجه ضايقتني. لكن بشكل عام هي تجربه جيده جدا، وتقييمي 8 من 10.